يا مساء الفل حبايب سينيوريتا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض رز بالجمبري بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمل تتبيلة حلوة للجمبري ويبقى متبل صح ومستوي صح. الرز كمان يبقى مستوي مظبوط وواخد شوربة حلوة، وهقولكوا الشوربة بتاعة الجمبري هنجيبها ازاي او منين. والتوابل بتاعته كمان تبقى مظبوطة ولونه حلو زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ بالطريقة والمكونات. عندي هنا نص كيلو من الجمبري. جبته وغسلته وقشرته، وبعد كده شلت الخيط الرملي منه ونقعته في دقيق وملح وليمون حوالي 10 دقايق، وبعد كده اتشطف واتحط في مصفى تصفى كويس. التوابل: كركم، بابريكا، كمون، فلفل ابيض او اسود، وملح، ومكعب مرق خضروات. هنا معلقة صغيرة من الثوم المفروم ومعلقة صغيرة من هريسة الشطة. لو مش حابة الرز يبقى فيه اي شطشطة خالص، تقدري هريسة الشطة تستبدليها بالفلفل الاحمر البارد. هبتدي اتبل الجمبري بتاعي. حطيت ملح حوالي ربع معلقه صغيره ملح، ربع معلقه صغيره من الفلفل الابيض، ربع معلقه صغيره من الكمون، ربع معلقه صغيره من البابريكا. الكركم انا مش هحط في التتبيله بتاعه الجمبري الكركم، هستخدم الكركم في الرز بعد كده. ومكعب المرق برضو هستخدمه في الرز بعد كده. حطيت حوالي نص معلقه صغيره من الثوم المفروم ونص معلقه صغيره من هريسه الشطه. هقلب التوابل كويس جدا مع الثوم والهريسه. يعني هتبل الجمبري بتاعي كويس قوي واسيبه حوالي 10 دقايق في التتبيله كده. وبعد كده هروح على النار. هحط حله فيها حوالي معلقتين كبار من الزيت. يسخن الزيت هنزل بالجمبري بتاعي وتكون النار عاليه. مش عايزاه ينزل الميه بتاعته علشان يفضل طري، لانه لو زادت مدة التسوية عليه او زادت التسوية عليه بيبقى فيه ندغة مش حلوة، وبيبقى طعمه مش حلو وبيبقى ناشف. فاحنا نخلي النار عالية ونشوحه على نار عالية لحد لما يبقى خلاص داخل على السوا، اكتر من 3/4 سوا بشوية كمان. في الوقت ده جبت القشر بتاع الجمبري والراس وحطيته على النار في حلة مع 3 كوبايات من المية، وحطيت عصير نص ليمونة، وحطيت ملح وكمون وبابريكا وفلفل اسود، وحطيت بصلاية صغننة وفص ثوم واحد بس. وسبت القشر ده مع المية يغلي والتوابل حوالي ربع ساعة. انا كده عملت شوربة حلوة جدا جدا من القشر بتاع الجمبري والراس كمان، علشان اسقي بيها الرز بتاعي. بتخلي طعم الرز طعمه خطير وبتنقله لحتة تانية خالص. وما تقلقيش خالص، ما بيبقاش فيها زفارة طالما الجمبري مغسول كويس وطالما طازة. ما تقلقيش منها خالص، بتدي طعم حلو جدا جدا للجمبري بتاعك. هنا خلاص الجمبري خلاص استوى، فابتديت اخرجه في طبق. لسه هنكمل ليه تسوية تاني. في نفس الحلة حطيت حوالي 3 معالق من الزيت، وهبتدي انزل ببصلاية كبيرة مفرومة. هفضل اشوح في البصلاية دي لحد لما تاخد اللون الذهبي الغامق او اللون البني الفاتح، مش بحب اغمقها. فانا هشوحها بالشكل ده لحد لما تاخد اللون الذهبي الغامق شوية. وبعد كده هبتدي احط عليها شوربة الجمبري اللي احنا عملناها من القشر بتاع الجمبري بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنزل بالشوربة بتاعتي كده تمام. الريحة خطيرة بجد، تحفة جدا جدا جدا. هسيب الشوربة دي مع البصل تغلي دقيقتين علشان الشوربة يبقى كلها لونها بني كده وتبقى لونها حلو، تدي لون حلو للرز بتاعنا. فانا هقلبها بالشكل ده، وهغسل حوالي 3 كوبايات من الرز المصري وابتدي استخدمه على طول، مش هنقعه، هستخدمه على طول. هسيب بس الشوربة تغلي دقيقتين لحد لما لون البصل يغير لون الشوربة كلها بالشكل ده، وبعد كده ابتدي انزل بالرز بتاعي. الوصفة دي ينفع اعملها برضو بالرز البسمتي، بس طبعا هزود كمية الشوربة. فهنا خلاص نزلت بالرز المصري بتاعي، وهظبط الرز سنتي او عقلة صباع فوق الرز زي الرز اللي بالشعرية بالظبط. انا كملت مية علشان الشوربة ما كفتش، فكملت مية. ولسه هنحط كمان مكعب مرق خضروات برضو بينقل الرز ده لحتة تانية. وجربوها تدعولي، حتى لو مش رز بالجمبري ورز الصيادية العادي، جربوا حطوا مكعب مرق خضروات، هيبقى خطير الرز.
كده تمام. الشوربة ابتدت تغلي، هجيب نص معلقة تانية من الثوم المفروم ونص معلقة صغيرة من هريسة الشطة، وهنزل بيهم بالشكل ده. وهبتدي انزل بمعلقة صغيرة ممسوحة من الكركم، وحوالي ربع معلقة صغيرة من البابريكا، وربع معلقة صغيرة من الكمون، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الابيض او الفلفل الاسود. مش هحط ملح، وطبعا مكعب المرق، لان انا حطيت ملح في الشوربة بتاعة القشر بتاع الجمبري، وحاطه كمان مكعب مرق خضروات، فكل دي حاجات فيها ملح، فكده الملح بتاعي مظبوط، انا ما زودتش اي ملح خالص وكان مظبوط جدا. نزلت بمكعب المرق اخر حاجة، وبعد كده هبتدي اغطي الرز واسيبه على نار عالية لحد لما يتشرب، وبعد كده نرجع نقلبه. لو انتي بتخافي الرز بتاع الصيادية يلزق منك او يعني يبقى معجن او حاجة، ممكن تشوحيه في معلقة زيت بره، وبعد كده تبتدي تحطيها. بس صدقوني بيبقى طعمه حلو جدا، وبيبقى تسويته مظبوطة جدا جدا. رجعت بعد ما الرز اتشرب وقلبته بالشكل ده، ابتدي بقى اجيب الجمبري بتاعي بالصوص اللي نزل منه، دي الطعم كله والحلاوه كلها. فانا هحط الجمبري بالصوص اللي نزل منه حوالي معلقتين يعني، فهم مش هيغيروا اي حاجه في المقادير بتاعتي. وهسيب الجمبري كده حوالي 5 دقايق، خلاص الرز داخل على السوا، هسيبه حوالي 5 دقايق، وبعد كده قبل ما اقدمه بدقيقتين هقلب الجمبري مع الرز ياخد كله من طعمه، وياخد سنة تسوية كمان. انا عملت كده علشان الجمبري بتاعي كان صغير، فحطيته على الوش وسبته ياخد تسوية على البخار بتاع الرز. لكن لو الجمبري كبير، انزلي بالجمبري بتاعك وقلبيه مع الرز كويس، هياخد حوالي 10 دقايق كمان مع الرز في التسوية الاخيرة، هيبقى مظبوط معاكي جدا جدا. كده خلاص الرز بتاعي استوى وكله اخد من الطعم. وبصوا الجمال واللون والريحة والطعم، بجد خطير خطير خطير. كده خلاص هنبتدي بقى نقدمه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني هي يعني صورة تتحدث عن نفسها. اتمنى يعجبكم، واتمنى تجربوه بجد، وتكتبوا لي في التعليقات يعني تعليقاتكم. لو في حد عنده اي اضافة بيقول لي ده بيبسطني جدا، وبجرب كل حد بيقول اي حاجة ممكن نجربها واحس انها هتبقى احلى. كلنا بنتعلم من بعض. واستنى تعليقاتكم الحلوة تحت كده في التعليقات، واشوفكم فيديو جديد يا احلى متابعين. باي باي.